يبدو أن مسلسل المدرب الوطني جمال بلماضي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم ينتهي بعد، رغم التعاقد مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش ليتولى منصب المدير الفني لمحاربي الصحراء في المرحلة المقبلة. وكشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية، وهي أن المنتخب الجزائري يسير بمدربين اثنين وليس بمدرب واحد ما دام عقد بلماضي لم ينتهي بعد. وذكر موقع فوت أفريقيا المختص بمتابعة أخبار كرة القدم الإفريقية أنه عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن العلاقة بين جمال بلماضي والاتحاد الجزائري لم تنتهي بصفة رسمية. نفس المصدر أشار إلى أن عقد بلماضي لا يزال مستمرا لحد الساعة، باعتبار أن كلا الطرفين لم يوقعا على فسخ سواء بالتراضي أو من جانب واحد. وأشار إلى عدم وجود أدنى تواصل بين جمال بلماضي ورئيس الاتحاد طوال الفترة الماضية بسبب العلاقة المتوترة بين الطرفين، والتي وصلت حد القطيعة تقريبا، ودفعت كليهما لرفض مجرد فكرة التواصل مع الآخر. المصدر نفسه شدد على أن رئيس الاتحاد الجزائري لا ينوي التواصل مع بلماضي، خاصة وأن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لا تمنع وجود مدربين مختلفين بعقدين مستمرين في نفس الوقت مع أي اتحاد محلي، عكس الوضع مع الأندية. يذكر أن جمال بلماضي رفض التوقيع على وثائق استقالته، خاصة وأنه يمتلك عقدا يحميه حتى عام 2026. ماذا لو يحضر بلماضي في دورة مارس الودية الدولية باعتباره مدربا ثانيا للمنتخب الوطني وعقده رسمي لدى الفيفا؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.